الحلقة الأخيرة اه. خلاص كده. الموضوع كبير قوي، يعني أنا اه، حاسس إن هو ما كانش ليه ملكة. ده احنا قعدنا حقيقي. نتكلم عن العلاقات، بس أنا حاسس إن الكلام فعلا مش هيخلص. هي العلاقات مساحة كبيرة ومحتاجة وقت طويل بالظبط. عشان وهنفضل دايما، هيبقى دايما عندنا أسئلة ومحتاجين ليها إجابات. بس لو البرنامج نجح مم. ممكن نعمل تاني. بالظبط. اوكي. طيب، حابة بقى آخر حلقة هنعمل فيها ايه؟ بص، انا مم. سألت بقى مجموعة من اصحابي كده، ايه أيوه. الرجال، ايه الأسئلة اللي محتاجين تسألوها للرجالة. اللهم صل على النبي. اه. أيوه. ففي شوية أسئلة كده حلوين مم. محتاجة أسألهم لك ربنا يستر. وانت ترد عليا. ربنا يستر. بص يا سيدي، أول سؤال. ليه الرجالة دايما بتبقى عايزة تغير الست علشان تناسب الصورة اللي عايزاها؟ مم. ليه ما يروحش الواحدة زي ما هو عايز من الأول؟ وليه بيفتكر ان البنت لوحدها لما بتكبر مم. فرصها بتقل؟ ما يفكرش ان هو كمان بيكبر وفرصه في انه يلاقي واحدة بتقبله برضو بتقل. اوكي، طيب هو هنا سؤالين مش سؤال واحد، صح؟ امم السؤال الأولاني. ليه أيوه. الراجل مش يعني بيروح لست وبيبقى عايز يغيرها، ليه ما حلو بيروحش أوي. اللي هو أنا عايزه؟ بالنسبة لي شايف إن أي شخص أصلا بيعمل كده امم هو شخص غير ناضج، أو بيجرب يشوف اللي قدامه متمسك بشخصيته، بهويته قد ايه. زي ما احنا اتفقنا في اول البرنامج ان في ناس بتبقى عايزة تشوف المساحة دي جوهرية في حياة اللي قدامها ولا لا. امم فاللي بيتحكم بقى في ان الشخص ده يتمادى ولا لا، هو ان انت تقولي لا، الحتة دي ما عنديش مساحة ان انا اتنازل عنها. هنا الشخص محتاج يقول لو حاجة فعلا بالنسبة له لا، فتبقى لا، ويبقى واضح مع الآخر. لو التاني بقى شايف ان ده مش مناسب ليه، يعني مثلا واحد جالك دلوقتي وقال لك انا محتاج ان انت تقعدي من الشغل، ماشي، انت قلتي له والله لا، انا الشغل بالنسبه لي اولويه اولى وعمري ما هعمل ده. امم هنا بقى هو في مرحله قرار، يا يقبل ده يا يمشي. لكن فكره انا هاخدها واقعد اتخانق معاها عشان تسيب الشغل بالعافيه، لا، دي هنا بقت حاجه كارثيه. يعني انا شايف ان ده اصلا شخص الواحد ما يبقاش معاه في علاقه. والعكس، اوكي، يعني لو عندك هي حق. عملت معاه كده في حاجه يبقى ما تدخلش معاه العلاقه. ده كان اول سؤال. طيب، تاني السؤال سؤال بقى. التاني، هو ليه دايما الراجل شايف ان الست هي اللي بتكبر وفرصها بتقل، في حين ان هو كمان مش شايف ان هو بيكبر وفرصه هو كمان بتقل؟ بصي، هي الإجابة الحقيقية هنا اللي مفيش امم فيها تجميل، هي إن ناس كتير قوي بالنسبة لها الجواز خلفة، والست لما بتتأخر في الجواز الموضوع ده بيبقى فيه مشاكل على مستوى الخلفة. امم فهو في الحالة ديت بيقول إيه؟ بيقول إن خلاص كده بقى هتدخل في عمليات أو فبيبدأ يبص لها بصة بالنسبة له أقل شوية. امم ليه؟ علشان هنا هو حاصر قيمتها في الخلفة بس. فهنا هو ده شخص مش داخل على حتة شراكة، هو هنا ده داخل على أكتر على حتة إن هو عايز واحدة تجيب له عيال بس. فيعني لو هي بالنسبة لها تمام ان هو يبقى باصص لها كده، فاتس اوكي بقى ان هي تقبل ان هو يبقى باصص لها ان هي اقل. بس هي دي برضو نظرة المجتمع، ان هي دايما بتوجه الناس ان الست دايما لما بتكبر فرصها بتقل، في حين إن الراجل لا، اما بيكبر عادي يعني بالنسبة لهم بيبقى قدامه فرص كتير متاحة يعني. ده موجود في المجتمع فعلا. بالظبط. طيب عندي مم. سؤال تاني بقى، ايه الدافع اللي بيخليك تمشي خطوات مع واحدة مم. انت مقرر ان انت مش هتكمل معاها؟ مم. ما, بتو... ما بتوقفش ليه؟ مم. وطبعا هنا احنا بنتكلم على ان احنا لسه في المراحل الاولى، حلو. مش جواز وبيت وعيل. شخص يكمل. مم. انا بتأكد بس ان انا فاهم صح. شخص يكمل يعني اللي قدامه مش عاجبه. بالظبط. هنا بقى السؤال، هو هنا مكمل قد ايه؟ مم. يعني لو هو مثلا نزل يتعرف على الشخص قعدتين تلاتة، ليه؟ لان في اوقات انا ممكن ما يبقاش الشخص عاجبني من اول قعدة، بس تالت او رابع مرة لما ننزل نتقابل بيحصل نوع من انواع الانجذاب او التقارب. حلو. مم. طب ده ما حصلش، انا شايف ان هنا ده خط فاصل يقول ان انا ما كملش مع الشخص. لكن لو هو مش عاجبني، يعني في ناس حتى قالت ايه، قالت لو انت نزلت معاه 4 5 قعدات وما عجبكش خلاص ما تكملش. يعني هنا الانجذاب الجسدي هو جزء لا يتجزأ من العلاقة، فلو هو مش عاجبك من الاول ما مم. تكملش. فده بالنسبة للنقطة دي. حتة بقى ان هو هندي لنفسنا وقت في فهم دماغ بعض ومش عارف ايه، في ناس برضو ما بتحبش تحكم من حاجة واحدة بس، فهو ممكن يقعد 3 4 قعدات. عايز اشوف الصورة كاملة يعني. بالظبط. فلو تاني احنا لو بنتكلم على اطار 3 4 قعدات، دي مم. بالنسبة لي تمام.
اكتر من كده بقى لا، هنا في حاجه غلط. طيب انا عايزه، انا بقى عايزه اسالك سؤال في امم. في الحته دي. انا هسالك سؤال. هو المفروض في العادي الراجل بياخد وقت قد ايه عشان يقرر ان البنت دي عاجباه وعايزها وتمام؟ ده سؤال ملوش اجابه. ملوش اجابه فعلا. هيقعد معاها forever. ما هو يقعد يعني معاها في الاخر طول الوقت. سبحان الله في ناس فعلا الموضوع بيحصل في ثواني. امم. هو اما شاف واحده خلاص. وفي ناس تانية يقول لك ايه ده، احنا كنا اعداء ومقطعين بعض، وتلاقيهم حبوا بعض. امم. فده اتجاه وده اتجاه. في حد تاني يقول لك بعد ما بقينا اصحاب واصدقاء مقربين بدأ ان هو يشوفها من منظور تاني فتكونت مشاعر فمش عارف. فهنا سبحان الله كل واحد بقى يعني ورزقه. وفي ناس ممكن يفضلوا قريبين من بعض طول العمر، صحاب مثلا وبتاع، وفعلا ما يتكونش بينهم اي حاجه يعني عاطفيه. امم. فما اقدرش اقول. انت طب انت شايفه ايه اجابه السؤال ده؟ هو انا كنت بسألك عشان عايزة اعرف، يعني امم. عايزة اعرف هو فعلا، لان انا كنت يعني اما سألت ناس قبل كده امم. يعني ففي ناس بتقول ان الراجل بيقدر يقرر البنت دي عاجباه ولا لا من قعدتين تلاتة. يقدر يقرر هي آه. عاجباه وهيكمل او لا. يعني مع الناس اللي قالوا كده بقى يقولوا لك ازاي. بس انا هسألك سؤال هنا. اه. هو نفس السؤال بس بشكل اخر. ماشي. هل لو واحده حطت واحد في فريند زون مم. خلاص كده بقى شهيد الفريند زون ومش هيخرج؟ مش هيخرج بره خلاص. مش عارفة يعني. أنا بحس إنه لأ، يعني ممكن هي حطيته أكيد في الحتة دي لأن هي ممكن تكون، مش عارفة، ممكن تكون مش يعني شايفاه في الحتة دي بس. امم. مش هيبقى، أو ممكن فيما بعد تقرر إنه ممكن يبقى في حاجة ما أو لأ. ما هو يا لا. هنا مفيش هو ولا لا. عادة البنات بتبقى امم. مترددة عادة يعني. امم. تفكر كتير. المفروض إن امم. الرجالة ما تبقاش مترددة. اوكي طيب ده سؤال حلو قوي بقى. امم. سؤال جميل. ماشي. ايه هو؟ ان الستات دايما متوقعة ان الراجل هو المبادر اه. اللي لازم يبدأ بالعلاقة وهكذا. مم. حلو. شايفة ان البنت لو عجبها واحد هل تروح تقول له ان هي عندها مشاعر ناحيته ولا لا؟ سؤال سؤال صعب. هي بتختلف من حد للتاني، بس انا امم. بالنسبه لي انا كاسماء بحس انه يعني راجل هو المفروض هو اللي يبادر بالخطوه الاولى دايما. هو امم. المفروض يخطو الخطوه وبعدين البنت تخطو خطوه تانية، يعني امم. فاهم. فهي دي من صفات الرجوله. هو المفروض مبادر، هو اللي يتكلم، هو ياخد الخطوه الاولى يعني. لا، بحس انه غريب قوي ان بنت تروح تعبر لحد ان هي معجبة بيه، هي اللي تبدأ وتبادر. امم. لا، بالنسبة لي هيبقى صعب. طب انا عايز اقول لك مثال في الموضوع ده. ماشي. انا اعرف اتنين متجوزين، امم. وهو كان في الاول بيحكي لها عن الناس اللي هو كان معجب بيهم، ومع الوقت حصل تقارب ما بينهم، امم. ووصلوا ان هي قالت له بقول لك ايه يعني انا عندي مشاعر ناحيتك وبفكر ان احنا ندي لبعض فرصه. دي جريئة قوي. عايز اقول لك متجوزين ومبسوطين جدا. اوكي. والله بجد. ماشي. وتاني هو ده مش نموذج شائع، امم. ويمكن ان احنا برضو نتكلم عن نماذج مختلفه، دي حاجه تبقى لطيفه يعني. بس لا بالظبط. هما متجوزين وعلاقتهم من احلى العلاقات اللي انا شفت، لان هما يعني فوق اي حاجه هم اصحاب جدا. ميبي يعني فكره ان هما كان بينهم مساحه صداقه كبيره ادت ان هي يبقى عندها الاريحيه دي. يعني انت بالنسبة لك طبعا هسألك بقى مم. سؤال. انت شايف ان يعني لو بنت جت وبدرت وقالت لك ان هي معجبة بيك، مم. ده بالنسبة لك هيبقى عادي؟ هتبقى متقبل حاجة زي كده كراجل مم. ولا ايه؟ ما هو بص هقولك نقطه. البنات اللي انا شفتها بتعمل ده، امم. في بنت بتبقى فعلا فعلا هي عندها مشاعر بقالها فتره وخلاص مش قادره ان هي يعني هتفضل ايه عايشه في الوهم كتير ليه، هي عايزه تجيب اخر الموضوع امم. فبتواجه. انا شايف ان ما عنديش اي مشكله في ده خالص بقى، بالعكس. شايف البنت اللي واجهت بمشاعرها دي شجاعه. تمام. فدي نقطه. النقطه التانية ان في اوقات ممكن يبقى الشخص ما كانش واخد باله منها، بس هي لما جت كلمته وقالت له ده فعلا بيديلها مساحه. طيب امم. ثانيه واحده بقى عشان ايه الكلام هنا ما يروحش في اتجاه ان انا بقول ان البنت تروح دايما، لا. انا امم. بقول البنت ما تكبتش الموضوع، وخاصة لو هي شايفة ان هي عايزة تتحرك في حياتها، مش عايزة تفضل محشورة في حتة ان هي عندها مشاعر ناحية شخص، والشخص ده ما بادرش.
مم. بعدها لو هو مش تمام او مش خلاص مش عاجبه الموضوع او ايا يكن، تمشي وتموف اون في حياتها. الطبيعي اكتر بالنسبه لي ايه، لا ان الراجل يقول، عشان مم. نبقى واقعيين برضو. تمام. آه. بس فكرة ان البنت تبادر وتقول ده مش هيخليها مثلا، احيانا في رجالة ممكن ايه ده، دي معجبة بيا بقى ومش عارف ايه ده وكده عيل. تنزل يعني من. بصراحه بقى بص، اه. فكره ايه، فكره ان هو يبتدي ان هو يعني يدوس على اللي قدامه علشان اللي قدامه اظهر مشاعره. طب ما هي لو بالظبط. البنت عملت معاه كده هيبقى مبسوط؟ مم. مش هيبقى مبسوط. يعني مش ده الشخص اللي بتكلم عنه. الشخص اللي بتكلم عنه اوكي. ناضج شويه. وبرضه هديكي مثال اخر عن البنت اللي بتبادر. في بنات تاني بتبقى الذكوريه عندهم عاليه، مم. تبقى اجريسيف، تبقى شخصيه ناشفه جدا. فدي لما بتدخل تبادر بتبقى حرفيا بتلعب دور الولد في العلاقه. عشان كده انا بشوف ان المبادره هي يلو فلاج، لا هي جرين ولا هي ريد. مم. يلو ليه؟ لان في الاخر البنت لو هي فعلا زي ما بقولك في الحاله الاولى تمام، لو في الحاله التانية ان هي تبقى بتقود العلاقه من الالف للياء، مم. لو هو بالنسبه للولد تمام تمام، بس انا كمحمد بالنسبه لي مش هحب ده بصراحه. طيب مم. ماشي. في سؤال تاني بقى. ايه رأيك في الديتنج ابس وبتشوفها ازاي؟ اه طيب. السؤال. وهل ممكن مم. تتجوز حد من على ديتنج اب؟ هو كل حاجه ممكنه في الحياه عشان نبقى واقعيين. اوكي. تمام. بس هل ده احسن حاجه؟ لا. الديتنج ابس من الحاجات اللي بتخلي الناس تبني انطباعات مش حقيقيه عن الاخر. هو في الاخر التعارف بيبقى مبني على ايه؟ مم. مبني على الاول على الشكل، البروفايل. وتاني نقطة على حتة الشاتنج اللي بينهم، ويقرروا هينزلوا. أغلب الوقت الناس بتتفلتر في أنهي حتة؟ بتتفلتر في الحتة بتاعة الشاتنج. مم. فأنا مش شايف إن ده بيبين للشخصيات خالص نهائي. ده غير إن ناس كتير قوي عندها commitment issues و trust issues وبلاوي كتيرة متلتلة آخرها issues. مم. الناس دي بتبقى مستخبية في الديتنج ابس. أنا مش بقول إن فاهمك. كل شخص هناك كده، مم. بس ناس كتير بتبقى مستخبية. بس خليني اقولك ان مم. هو يمكن يكون حل مثلا ناس ان مفيش حد في محيطها، او هتقابل ناس ازاي، يعني الناس هتتجوز ازاي او هتقابل ناس ازاي. آم، في ناس ما بيبقاش قدامهم غير الديتنج اب، ان هي تقدر تقابل ناس، تتعرف على ناس، مم. وهكذا. ما هو انا مش شايف ان الديتنج اب برضه هو الحل. يعني لو مفيش مم. حد في محيطها دي مشكله حقيقي وناس كتير بتعدي بيها. بس فكره ان الديتنج اب هو الحل، لا مش هو الحل. علشان تاني، البنات اللي انا اعرفهم على الديتنج ابس بيعدوا بشويه مشاكل وشويه ترومات صعبه جدا، مم. تعرضوا لمواقف صعبه. ومش كلهم، يعني انا اعرف بنات هم اللي يتقال عليهم الديفينيشن بتاع اوبن مايندد. مم. هي بنت فعلا منفتحه، بس لا هي بتخرج كانت بتحكي مواقف وهي بتعيط من الحاجات اللي اتعرضت له. فهل الموضوع في الاخر كويس؟ يعني هو هنا كل شخص وتجربته، بس انا ما بنصحش بيه. اللي عايز يتجوز يشوف بقى، يعني لو الدنيا بتاعت المعارف التقليدية خلصت، يبدأ بقى ان هو ينزل مثلا ايفنتات، يتحرك، يروح يتعرف على ناس جديدة. طب لو حد بيعمل كل ده ولحد دلوقتي مفيش نصيب. هي مسألة نصيب برضه. لو حد اللي هو بيعمل كل حاجة في الآخر برضو مفيش، ما هو يعني قدامه ان هو يعمل ايه الحل؟ قدامه ان هو يفضل يحاول لحد ما يوصل لحاجة. ما هو خلي اوكي. بالك هو مش هينزل ديتنج اب هيلاقي العروس تاني يوم. اكيد لا طبعا. بس وهي مش هتنزل وتلاقي العريس تاني يوم، بس هتلاقي بس انت ناس. مفيش حد في المحيط بتاعك من اصحابك اتجوز عن طريق ديتنج اب او كده؟ انا سمعت، امم. وفي ناس بتقول لي مبسوطين. انا سمعت برضو، انا في اه. ناس من اصحابي سمعت ان في نماذج من الديتنج اب دي تعرفوا على ناس وكانوا كويسين، امم. وفي ناس قالوا لي لا طبعا مش بيقابلوا حد كويس يعني. انا بقول لك انا بصراحه تاني ما انصحش. لان في واحده اصلا، يعني في اوقات كتير ممكن البنت تبقى خايفه ان هي ترتبط، امم. فتقول ايه، تقول الديتنج ابس اسهل، ان الموضوع في الاخر مش ريسك قوي. بس تلاقيها في الاخر خرجت بتروما من الموضوع، اللي هو بدل تعقدها اكتر بدل ما الدنيا تطمنها. تبوظ اكتر يعني. بالظبط. فانا شايف اوكي. يعني لا، مش احسن مكان. ايوه عندك حق. طيب عندي سؤال تاني. اوكي. آه ليه الخوف من وضوح الست وتفسير ده تحت بند من بنود ان ده تمرد او نسوية او ندية؟ يعني خلينا نفصل ما بين ثلاث حاجات. مم. الوضوح هو شخص بيطلب الحاجة بشكل واضح. تمام. النسوية هو اتجاه فكري، يعني اتجاه في الآخر إن الشخص عنده انتماء معين، مبني على الجندرية. مم. حلو. فأنا شايف إن التلات مصطلحات حاجات مختلفة خالص. إحنا قلنا النسوية، والندية. وقلنا قلنا الوضوح. الندية بقى هي إن هي داخلة، يعني بص إحنا هنكسر في بعض.
اه. وهنا انا مش هقصد ان احنا الطرفين متساويين في العلاقه، لينا حقوق لينا وعلينا واجبات، مش ده اللي اقصده. بس اللي اقصده بالنديه ايه، ان لا انا انت هتزعق انا هزعق وهعمل وهسوي، بدل ما اوكي هو زعق فانا هتعامل معاه بنضج وهفرمله، مش هسمح بالاساءه. وتاني انا مش بقول الكلام ده ان الست تعمل ده مع الراجل بس، ما انا قصدي ما امم. ممكن الراجل يعمل ده مع الست عادي، هو الموضوع رايح وجاي. فهنا الشخصيه القويه بالنسبه لي هتبقى ايه، او الشخصيه الواضحه هتبقى ايه، هتقول له لا ده مش مقبول، مش هسمح بده، وهتحط حدود قويه. امم. دي هنا القوه تحمي نفسها. النديه بقى هتروح عامله ايه، هتروح داخله مكسره فيه. اللي هو اتنين بيتناطحوا قصاد بالظبط بعض، يعني بالظبط، فبقى بيضربوا في بعض. تصعيد للموضوع. امم. فآليات كتير جدا ممكن تتعمل احفظ بيها نفسي من غير ما ابقى بدي المساحه للاخر، ومن غير ما ابقى باذي الاخر. أوكي، فهمتك. طيب ليه السؤال بقى دايما عن المشاعر وطريقتهم في التعبير عنها بالنسبة لكم ده حاجة غريبة جدا، يعني اللي هو ان الراجل يبقى بيعبر عن مم. مشاعره او يبقى واضح في مشاعره، ليه الرجالة ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها يعني؟ عشان الراجل بيتربى ان مفيش مساحه للمشاعر. امم. الراجل بيتربى ان استرجل يلا. فانت فاغلب الرجاله بتبقى ايه، اغلب الرجاله بيبقى عندها جهل بعواطفها اصلا. امم. الشعور الوحيد اللي مسموح بيه للرجاله بشكل حقيقي الغضب بس. الراجل لو بان ان هو حزين ضعيف، لو بان ان هو في اي حاله. طب يعني بالمناسبه في سؤال هسالك فيه عن الحته دي بالذات. ماشي. الراجل لو بان في اي حاله غير ان هو قوي فعلا بيبقى فريسه، سواء للرجاله اللي زيه او الستات حتى بتنفر منه. فالرجاله بقى لما تبدا مع الوقت تطور مشاعرها في مرحله لاحقه في الحياه، بيبدا كأن واحد بيبدا في كيجي مثلا ويبدا بقى يرتقي السلم. بعكس ان البنات بتبقى اصلا اذكى بطبيعتها في المشاعر كمان. انت متخيله حد ما خدش مساحه تطوير وهو غبي فهو بهدل هيقطع الدنيا. الموضوع، فعلا الموضوع هيبقى اصعب بكتير. امم. بس السؤال بقى اللي انا اساله لك، ماشي. الستات لو جالها شخص، يعني هل الراجل عنده مساحه يعبر عن ضعفه قدام الست المتجوزه او مرتبط بيها؟ طيب خليني اقولك ان هي بتفرق. مم. يعني لو احنا لسه في الاول، ففكرة انه الراجل يعبر عن ضعفه في الاول، احنا اول مرة مثلا نقعد مع بعض او تاني مرة، ده بالنسبة لي هيبقى شوية مرعب. مم. انما لو احنا خلاص ابتدينا نعرف بعض، ابتدينا ناخد على بعض، فابتدى يقول لي مثلا ان هو مر بتجربة ما او مر بظروف ما او في لحظة ضعف هو مر بيها، ده هيبقى شيء عادي وطبيعي، لان خلاص احنا بقينا قريبين وبقى في بينا من المساحة، وانا شفت يعني شفته كراجل وشفته كشخص قوي يقدر يحميني، حسيت معاه بالأمان، فخلاص يعني لما يعني هيبتدي ان هو يعبر، خلاص هو بيظهر معايا بطبيعته. مم. فده شيء يعني شيء عادي، احنا بشر فأكيد كلنا فينا عندنا ضعف ما يعني. حسب التوقيت. مم. لو هو في الأول خالص هيبقى حاجة بتخض بالنسبة لي. مم. طب السؤال بقى اللي مبني على ده، ماشي. هل الست ممكن ترتبط براجل أضعف منها؟ في ستات بتعمل كده، لما تحس ان هي بتبقى اقوى وعايزة تسيطر هي وتبقى مم. هي بتمشي العلاقة بشكل ما. بس الست السوية الطبيعية العادية، كما يعني الفطرة العادية، يعني لا مش هتقبل ده، مش هتقبل ان هي تاخد راجل اضعف منها. بالعكس، هي لو مم. الست شافت ان راجل ضعيف وخلاص اصلا، يعني مش هتشوفه يعني. بالظبط. أنا برضو عايز أضيف حاجة في حتة البيوت اللي بتبقى الست هي اللي ليها الكلمة الأولى والأخيرة. مم. وهنا أنا مش بتكلم على الست المكافحة اللي أبوهم رماهم وهي نزلت شقيت وشالت مش دي. أنا بتكلم على الست اللي شخصيتها قوية جدا وطاغية جدا لدرجة إن هي منحية الراجل تماما. هي مم. بقت بتلعب دور الراجل التوكسيك مش الراجل العادي. تمام. فأنا بشوف إن البيوت دي الأحسن إن الواحد يهرب أول ما يلاقي أي بيت زي ده، سواء أنت شفتي واحد جاي من بيت زي ده أو العكس. مم. لأن البيوت دي بتبقى فيها اختلال غير طبيعي. أنت هتلاقي نفسك في الآخر في علاقة مع أمه مش معاه هو. بالظبط. اه. هي اللي تبقى ليها القرار الأول والأخير في البيت عندكم. مم. فتاني لما نرجع الأمور لأصولها هنلاقي في الآخر إن لا، الدنيا أحسن للكل.
مش لطرف يعني. انا متفقه معاك جدا في النقطه دي. فكره ان الست هي اللي بتبقى مسيطره، او ان انا يعني اقابل راجل مثلا تبقى مامته هي المسيطره او اي حاجه، ده حاجه دي علامه مرعبه اصلا. الانسان لازم يبعد عنها. هو الطبيعي والعادي مم. ان بيبقى فيه نوع من انواع المشاركه، بس قدام الناس مم. دائما وابدا المفروض ان راجل هو اللي بيبقى ظاهر، هو اللي بيبقى صاحب القرار. انا بشوف ان ده شيء صحي جدا. آه، ممكن تبقى ست هي على فكرة هي اللي مخليه يقرر القرار ده، بس يعني ممكن يبقى قرار المفروض مشترك. بالظبط. بس المفروض ان الراجل لا هو اللي يبقى واخد الصورة دي. يعني ده بالنسبة لي اوكي، هيبقى بيت سوي يعني. حلو قوي. طيب احنا ممكن ايه، ممكن نختم دلوقتي. احب اسالك كده لو في حاجه مم. حابه ان انت تقوليها في الاخر، آه، توصل بقى رؤيتك للعلاقات، او توصل اللي انت نفسك تشوفيه مم. بشكل عام بقى. طيب، هو زي ما انا قلت في الاول، انا كان الهدف اصلا من البودكاست ده ان احنا يعني ان انا ابين وجهة نظري كبنت مم. تلاتينية. مم. بدور على ايه اللي المفروض اشوفه، ايه المفروض الحاجات اللي ما اشوفهاش، ايه الحاجات اللي بنقابلها. زي ما قلنا العلاقات مساحة مفتوحة ومساحة كبيرة جدا. بس كان بالنسبة لي مهم ان احنا نعمل زي سبوت كده علينا. مم. لقيت ان مفيش حد بيعبر عني انا. ف بس ده كان مم. كل الهدف بالنسبة لي يعني. انت قول بقى. انا هقول اوكي. طيب انا كان الهدف بالنسبه لي ان انا اقول ان الموضوع مش معركه، عشان انا حاسس ان هو في اخر فتره اتحول لمعركه. الموضوع مش معركه، والعلاقات موده ورحمه، ولازم نشوف بعض ان احنا في الاخر بني ادمين اكتر من اي حاجه تانية. وكل حد عنده معاناته. الست محتاجه اللي يجي في الاخر يدعمها لان هي بتتعب، والراجل محتاج اللي يقدره ان هو بيتعب برضه. محتاجين ان احنا نقول ان الواقع بقى صعب، وان معدلات الطلاق الكتيره، وان الناس ما بقتش متمسكه ببعضها. فدي مشكله. في اولاد كتير بيطلعوا في الفتره دي لبيوت مفككه، ومش كل البيوت المفككه قادره ان هي تبقى بتهندل الموضوع بشكل كويس، فيطلعوا الاولاد من غير مشاكل. لا، بيطلع عندهم عوائق كتير جدا. محدش هيقدر يقوم بدور الاب، ومحدش هيقدر بدور الام غير هما الاتنين، وهما دايما مع بعض يعني. بالظبط. مم. يعني في جمله اتقالت كتير قوي، يعني يمكن اكتر حاجه انت ممكن تعملها كويس لعيالك حلوه، هي ان انت تبقى انسان سوي. مم. ويمكن جزء من ان الواحد يبقى انسان سوي ان هو يبقى في علاقه سويه. بس. بس كده.